السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيطالي الظاهرة روبرتو دي زيربي صرح في أكتر من مرة إن مثله الأعلى في التدريب هو بيب جوارديولا، وإنه ما كانش لا بيفوت له لا ماتش ولا تمرين مع برشلونة وبايرن ميونخ. وفجأة وبعد معاناة كبيرة بيلاقي دي زيربي نفسه في الدوري الإنجليزي واقف على الخط ند بند قصاد مثله الأعلى اللي كان بيتفرج عليه وبيتعلم منه. لقوا إيه؟ ده كمان بيلعبوا ماتش عادي جدا كده. مش بس كده، ده بسبب طريقة لعب دي زيربي الممتعة الشجاعة خلى جوارديولا يقول لا يوجد في كرة القدم الحديثة أفضل من برايتون دي زيربي، لا يوجد فريق افضل منهم في العالم الان على القدره بالخروج بالكوره من الخلف للامام والوصول لتلت الخصم الاخير، لا يوجد. وبعد التصريح ده لقينا جوارديولا اقتبس من دي زيربي طريقه لعب واحده وطورها، وده بقى موضوع حلقتنا النهارده. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، واوعى تنسى ان انا احمد حموده وهو ده المهم. يلا بينا. بعد التصريح الشهير لبيب جوارديولا على ان فريق برايتون دي زيربي هو احلى فريق بيبني الكره من تحت، وده يخلي عندنا فضول نعرف هو ازاي دي زيربي بيبني الهجمه. وبصراحه النبوره صاحبي اللي بالمناسبه بشكره جدا لان هو اللي جاب لي الحالات واتكلم معايا في النقط الرئيسيه اللي هتكلم فيها في الحلقه دي، فجراتزيا يا عم بوبوره، هو ايطالي اصلا. المهم النبوره قال لي لو هنتكلم عن حالات اللعب او البيلد اب لدي زيربي فاحنا مش هنخلص، لان الراجل بيعمل بيلد اب باكتر من طريقه في الماتش. فاحنا بالراحه كده هنجيب 3 حالات مشابهه لطريقه جوارديولا في بناء اللعب، وطبعا هنحللها. خلي بالك عشان الحاله الثالثه هتدهشك. اول حاله معانا هي استخدام الحارس في بناء الهجمه. لو بصيت على الصوره دي في ماتش ارسنال في الدرع الخيريه هتلاقي ان اورتيجا في رجله الكوره وفاتح له الاثنين مدافعين جنبه، واحد على اليمين وواحد على الشمال، يعني يعتبر اورتيجا مدافع ثالث في عمليه بناء الهجمه. وهنلاقي كمان الاثنين اللي بيلعبوا في مركز 6 زي رودري مثلا، وزي ما واضح في الصوره ان هو بيقرب من اورتيجا وبينزل يستلم وبس يا سيدي، يبدا الهجمه ويبدا ينقلها في اي مكان في الملعب. طيب هو ليه جوارديولا بيبدا الهجمه اصلا من اللعيب رقم 6 اللي هو زي رودري؟ وليه اصلا ما بيبداش على الاطراف مثلا؟ لان ببساطه جوارديولا بيحب يبني الهجمه من العمق. لو رحت بقى وبصيت على دي زيربي في عمليه بناء الهجمه هتلاقي سبحان الله بيبنيها بنفس الطريقه اللي بيبني بيها جوارديولا الهجمه في مانشستر سيتي. وزي ما واضح في الصوره كده نزول كايسيدو عشان يستلم ويوزع اللعب في الملعب كله. عشان يطبقها صح قوي كمان قرر ان هو يغير الحارس الاساسي لبرايتون اللي لعب 48 ماتش متتالي مع برايتون، سانشيز، وقعدوا على الدكه، واعتمد على الحارس البديل ستيل. والسبب في كده ببساطه هي طريقه لعب دي زيربي، اللي اهم حاجه فيها ان الحارس يكون عنده القدره على التمرير بشكل صحيح والاحتفاظ بالكوره واللعب برجله بشكل كويس، وخاصه لو تحت ضغط. فعلا ستيل ما خيبش ظن دي زيربي اللي من وقت ظهوره اصبح هو اكتر حارس في البريمير ليج بيعمل تمريرات صحيحه تحت ضغط، وكانت تمريراته اهم الاسباب الرئيسيه للتدرج بالكوره وبناء الهجمه والتخلص من الضغط. ستيل مع دي زيربي هو اكتر حارس في البريمير ليج والتشامبيونشيب بيصنع اهداف من 2010 2011 لحد الان، صنع 7 متفوقا على ايدرسون واليسون. روح بقى لتاني حاله متشابهين فيها. طب يا حموده لو جوارديولا حب يطلع بالكوره من عند اللاعب رقم 6 زي رودري يعني، ورودري ده كان مقفول عليه كل زوايا التمرير ومش واخد راحته والحارس كمان مش هيقدر يلعبه، فايه اللي هيحصل؟ بسيطه خالص خالص. جوارديولا يا سيدي بدل ما يبدا الهجمه من عند الحارس للاعب رقم 6 لا، ده الحارس هيمرن للمدافع اللي فاتح له سواء على اليمين او على الشمال زي ما واضح قدامكم في الصوره كده، والمدافع بياخد الكوره وينزل له الهاف ياخد منه الكوره زي ما في الصوره كده، وبكل بساطه بيخرج جوارديولا وفرقته من الضغط وبيبني الهجمه زي ما هو عايز. زيربي يسكت؟ لا طبعا. روح شوف دي زيربي كده هتلاقيه بينفذ نفس الطريقه بالظبط. بص على الصوره دي في ماتش ليفربول هتلاقي ان كل زوايا التمرير اتقفلت على كايسيدو، فيلعب الكره للمدافع اللي جنبه اللي مستريح ومحدش ضاغط عليه، عشان بعد كده المدافع يدي الكره للهاف ويتدرج هو بالكره ويوزع اللعب في كل حته في الملعب. طيب يا حمود لو كل زوايا التمرير متقفله زي ما في الصوره كده مفيش اي حد فاضي، مفيش اي حد يتعمل له باص، كله متقفل، وكمان الخصم عامل عليك ضغط عالي، في الحاله دي بقى هنروح للحاله الثالثه اللي هتدهشك، لان دي زيربي والناس اللي زيه اللي بتحب الاستحواذ دي فاكيد برضه بتحب ان الكوره تتلعب على الارض، وهيبقى غريب قوي ان هو يلعب الكوره الطوليه. لكن دي زيربي قال لك يا عم ولا غريبه ولا حاجه، وقرر ان هو يكسر الضغط بالكور الطويله زي ما واضح قدامك في الصوره. المدافع في رجله الكوره وكله مقفول عليه، فقرر ان هو يباصي للباك، اللي قرر بسبب الضغط ان يلعب الكوره طويله على جروس عشان يطلع ياخد الكوره ويريحها لمهاجم برايتون
اللي بياخدها بقى ويشق طريقه مع نفسه. خلينا نكون صراحه برضو مع بعض، الحاله دي ديزيربي ما نجحش فيها قوي، لانه من الاخر ما عندوش المهاجم اللي يعمل له ده زي هالاند مثلا، وبرضو انه ما عندوش الحارس المتمرس اللي بيلعب برجله زي ايدرسون مثلا. ستيل كويس برجله بس مش ايدرسون برضو. المهم ان جوارديولا ما سكتش وقال لك تعالى نشوف طريقه ديزيربي الحلوه دي بتقول ايه. مبدئيا كده لازم تفهم ان جوارديولا زمان وما قبل هالاند كان ممكن يموت ولا انه يلعب كور طويله. يعني في برشلونه كان بيلعب ويمرمطك وكله من عمق الملعب، ولو فشلت ده لو يعني بيلعب من على الاطراف. كانوا بيعملوا مع بايرن والسيتي، ولكن الدنيا بتتغير ووجود مهاجم ضخم زي هالاند بيخليه يعمل كده بكل اريحيه. الاضافه طبعا انه معاه ايدرسون اللي بيلعب برجله حلو قوي احسن من لعيبه كتير. فعلا جوارديولا نجح انه ينفذ الحاله في مباراه ارسنال بتاعه 4-1 السنه اللي فاتت. وفي الجون الاول لما حصل ضغط عالي من لعيبه ارسنال على دفاع السيتي، اضطر وقتها ستونز انه يلعب الكره طويله زي ما في الصوره كده، عشان هالاند اللي بياخد هولدنج في ظهره صلانسيه كده ويريح الكوره لدي بروين اللي بيتلاعب بجابرييل وبيحط الجول في رامسديل بكل سهوله. الخلاصه اشتغل على نفسك لحد ما جوارديولا يسرق افكارك. بجد ديزيربي ما كانش هيوصل اللي هو فيه ده من غير تعليم ومن غير ما يتفرج كتير ويجرب ده وده ويقتبس ويسرق سرقه حلال من ده ومن ده. المهم انه في الاخر ينجح ويوصل لمثله الاعلى واللي حببه في التدريب انه يقول فيه شعر. فيا ريت اي حد بيسمعني في اي مجال في الدنيا اتعلم. تعليم حلو والله وبينور الدماغ، لانك عمرك ما هتتطور وتوصل للي انت عايزه غير بالتعليم الصح والسليم. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.